مساء الفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. يا رب كلكم باذن الله تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله هعمل في الفيديو ده صنف حلو جدا، وفي نفس الوقت اجمل حاجه فيه انه سهل جدا وطعم بيطلع معانا رائع وشيك جدا. تمام، هو ايه؟ هو البانكيك. البانكيك ده تحليه وينفع فطار خفيف. تمام، والايتمز بتاعته او العناصر اللي انا بعمل منها البانكيك بسيطه جدا. يعني هي عباره عن 3 4 حاجات بالظبط. تمام، هي بيضه وعليها معلقه ونص فانيليا سايله زي ما انا حاطه، وكوبايه الا شويه بسيطه لبن، كوبايه الا ربع، وكوبايه دقيق كامله منخوله طبعا، ومتضاف لها شويه ملح صغيرين جدا، ذره ملح، ومعلقه ونص بيكنج باودر، ونص معلقه بيكنج صودا عشان تساعد البانكيك بتاعنا ان يرتفع معانا، ومعلقه ونص سكر كبيره اللي هي معلقه الاكل. يعني مش اكتر من كده، لان احنا بنعمل البانكيك فيفوريتس او اطعمه تانية بنضيفها، فمش محتاجين ان البانكيك يبقى محلى قوي معانا. تمام، هنبتدي نشتغل. بنحط الاول البيضه بتاعتنا بالفانيليا. تمام، وبنحط عليها السكر المعلقه ونص زي ما اتفقنا، وبضرب البانكيك بتاعي بالويسك اليدوي او مضرب البيض اليدوي، مش بالكهرباء. تمام، بضربه كويس. بعد ما ضربنا البيضه وشويه السكر الصغيرين، بصوا اعطوني فوليوم وفي بابلز برضو فوق الوش، معنى كده ان في هوا دخل معايا من الضرب. بنزل بكوبايه اللبن اللي شويه اللي معايا، وبكمل ضرب بالويسك تاني. تمام، بعد ما ضربت الخليط بتاعي البيضة والسكر واللبن، بنزل بكوباية الدقيق المنخولة. معلش هو انتشر مني في الهواء. وبكمل ضرب بالويسك بتاعي بشويش طبعا. تمام، وبفضل اخلط لغاية ما الخليط يديني قوام معين انا عايزاه. شايفين خليط البانكيك بقى عامل ازاي؟ في بابلز برضو فوق الوش لان فيه هوا. تمام، والقوام بتاعه طلع معايا تحفه ومظبوط، يعني المقدار ده مظبوط جدا اللي انا قلت لكم عليه. هنسيب العجينه بتاعتنا تستريح شويه، يعني ماكسيمم 10 دقايق، وبعد كده نبدا نشوف هنسويها على النار ازاي. ودلوقتي هنبتدي نسوي البانكيك بتاعنا. بحط نقطة زيت خفيفة جدا في الطاسة تيفال كده زي ما احنا شايفين، ووزعها بالفرشة. تمام، لو قدرتوا كمان تحطوا اقل من كده تمام. وبمغرفة زي دي ببتدي اخد بالبانكيك. انا حاطة طاسة كبيرة شوية عشان احاول ان انا اسوي 2 3 مع بعض حسب ما يجي معايا. تمام، ادي اول بانكيك معانا، ودي التانية. ما اعتقدش ان هتيجي واحدة تالتة معانا، كفاية كده عشان ايه ما يلزقوش في بعض. دلوقتي زي ما احنا شايفين، انتوا شايفين البانكيك بدأ يرتفع معانا ازاي، وفي بابلز كده فوق كل واحدة، عشان احنا ضاربينها كويس ففي هوا فبتتنفس معانا. تمام، بعرف ازاي ان انا اقلب البانكيك. اولا بستنى بتعمل شكل كده معين، بتبدأ تنشف من على الجناب. تمام، وابدأ اشوفها من تحت هي لسه شوية. تمام، اعلنها النار شوية، سيبها تستوي براحتها عشان تستوي من بره ومن جوه. دلوقتي في سايد استوى معانا، فهبدأ اقلبها بشوكة او مقصوصة او اي حاجة عندك. تمام، هشوف التانية استوت برضو. تمام، واسيبها تستوي على السايد ده. دلوقتي الاتنين بانكيك بتاعنا اللي عملته الاتنين استووا. شايفين السايد ده عامل ازاي؟ شايفين اللون؟ تمام، ممكن اسيب ده شويه. بصوا انا بعمل حركه في البانكيك لما بطلعه، بحطه في طبق كده. تمام، واغطيه بطبق تاني. ليه الحركه دي؟ عشان يطرى. تمام، وبنفس الطريقه هسوي كل الكميه.
وهوريكم هنحط فيفوريتس او اطعمه ازاي نعمل صوص شوكليت وكده. هوريهولكم نعمله ازاي للبانكيك عشان نعلي طعمه. ودلوقتي زي ما احنا شايفين انا خلصت تسوية البانكيك. شايفين ما شاء الله طري معايا وشكله ازاي مستوي من الجنبين، حلو جدا. دلوقتي انا بعمل ايه؟ بعمل صوص شوكليت للبانكيك. بيتكون من ايه؟ عبارة عن معلقة زبدة ونص واربع مكعبات شوكليت خام. تمام؟ اي نوع شوكليت خام انتوا بتفضلوه اللي هو خالي من السكر ده، بنفضل ندوبه مع الزبدة وهنشوف هنقدمه ازاي مع البانكيك ان شاء الله. ودلوقتي بقى معانا احلى بانكيك في الدنيا عاملاه بايدك وجميل. وزي ما احنا شفنا الحاجات اللي بيتعمل منها بسيطة جدا مش كتير، وطريقته كمان ابسط، وطعمه هتتفاجئي بيه تحفة وهتكرريه دايما، وهتبقى التحلية اللي بتيجي في دماغك لما تحبي تعملي حاجة حلوة للولاد. وعايزاكم تجربوه وتقولوا لي رأيكم فيه، وبالهنا والشفا، وإلى اللقاء في فيديو تاني إن شاء الله.